السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا في فيديو جديد. يلا بينا نعمل صينية السمك القمر دي. ده سمك ماكريل. وكيلو غلي قوي، معرفش غلي قوي كده ليه، انا اتصدمت وانا بجيبه يا جماعة. بس انا بحب الماكريل، كل فترة كده بجيب ماكريل. وده خيار هنقطعه طرنشات، اللي عايز يعمل سلطة يعمل. بس انا علشان هو مشطشط وانا حاطه هريسة شطة، ومقطعه تحتيه بطاطسايه كده، فمش محتاج سلطة بصراحة. وانا ما عملتش رز، احنا اكلناه بعيش. اللي عايز بقى يعمل حبة جرجير، حبة سلطة، انتي وذوقك في الاكل طبعا. يلا بينا ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونقول نشوف هنعمل القمر ده ازاي. ده ماكريل. في الماكريل يا جماعة في نوعين. ده الماكريل النوع الغالي. تمام، انا جبته قطع وفتحته كده ماكريل، فتحته قصدي سنجاري. وعملت هريسة الشطة دي، وقطعت طماطمايه، وحطيت حبة كاري، دقت السمك العادية، بس اللي الزيادة الطماطم. وفي ناس بتحقق السمك بطماطم عادي، بس انا قطعتها ما ضربتهاش في الكبة، قطعتها صغير كده. وقلبتها في هريسة الشطة والكمون والثوم. طبعا السمك زي ما انتم عارفين، ثوم وليمون اهم حاجة. ونقول ونتوكل على الله ونعمل بقى الصينيه الجميله دي. انا قطعت تحتها دول بطاطسايتين كده، او بطاطسايه واحده لو مش بتحبوا البطاطس قوي تحت سمك. بس اقول لكم، انتوا هتاكلوا البطاطس قبل السمك. شاربه بقى من ليمون والحياء بتاع السمك، تحفه. بصوا هنقطعها كده ونحطها طرنشات. هنحط بقى حبة دقة كده عشان البطاطس تبقى حية او حلوة. مع ان يعني السمك هينز كل حاجة والحقيقة، بس انا بحب احيق الحاجات اللي تحت تبقى شاربة وتبقى طعمها جميل، وكمان تبقى مشطشطة. بصوا بقى، هنجيب بقى السمك اللي انا عاملاه ومنضفاه مقطعاه مفتحاه من ورا من ظهره. فاهمين؟ قولي للراجل افتحولي سنجري، او لو انت هتفتحيه في البيت افتحيه من ظهره، مش من ناحيه البطن. تمام. دول 3 سمكات. كل واحد بقى فرد، كل فرد بيبقى سمكه. انا عندي واحد في رابع في البيت بس ما بيحبش السمك. عملت له اكل تاني. بس كده هنحطه ونحيق بقى السمك كويس. والسمك يا جماعه بيعز الليمون، يعني سمك يعني ليمون وشطشطه بقى وكده. واللي عنده اطفال طبعا هيحط فلفل اخضر رومي، ما يحبش، واللي ما بيحبش الشطه طبعا براحتكم. كل واحد ليه ذوق في الاكل يا جماعه، وليه رغبه في الاكل، بيحب الاكل ازاي. هنحيق ال3 سمكات كويس، وهنحط عليهم بقى طرنشات ليمون وطرنشات الطماطم. ولو عايزه تقطعي فلفل طرنشات تحطي براحتك. كل واحد زي ما انا قلت لكم وله ذوق في الاكل. بس ذواقي اكلك والعين بتاكل قبل البق يا جماعه. فدايما المنظر هو اللي بيخلي النفس تتفتح وتاكلي. تمام. انا بقى ايه، هعمل بايدي بقى كده. لقيت المعلقه ما مش هتجيب السمكيه، وانا عايزه السمكيه تبقى حقيقه وحلوه. ف ادعكي بايدك كده ما يهمكيش، او البسي جلافز اللي انت عايزاه. انا بحب اعمل بايدي علشان احس بالملمس الحاجه. خلاص كده حققنا ال3 سمكات كويس قوي. هنحط بقى نزوقهم طرنشات طماطم وطرنشات ليمون. وعايزه تحطي طرنشات فلفل حطي، بس انا للاسف ما كانش عندي فلفل بصراحه. هريسه الشطه اللي انا عامله بيها دي دايما بيبقى عندي في التلاجة هريسه شطه دقه سمك، علشان الظروف اللي بسرعه بسرعه دي. بصوا المنظر بقى تحفه. لسه بقى ما نحط طرنشات الليمون كمان هتبقى حلوه. وانا بوريكم ان انا حطيت زيت ذره. اللي عايز زيت ذره يحط، اللي حابب يحط زيت زيتون يحط، اللي حابب يحط زيت عادي يحط. هو بس لازم نحط حبه زيت. تمام، عشان هما اللي هيدوا نكهه كده ولافلي كده للاكل. يعني نكهه لازم تنكهي الاكل حتى صينيه البطاطس بنحط سمنه او زيت، برضو لازم ندي طعم للاكل. بس كده اسهل منها مفيش. اللي حابب يجيب ماكريل، وممكن تقطعي السمكيه طرنشات
وتحطيها في صينيه وتقطعي تحتيها بطاطس والوجبه وتكفي اسره بحالها. يعني انا ما بعملهاش كده كل مره. المكاريل اللي بجيبه ساعات بقطعه طرنشات واقطعه واحط برضو تحتيه بطاطس او طرنشات بصل، ومش لازم بطاطس، اللي مش عايز بطاطس يحط طرنشات بصل وطماطم تحت السمكه بس عشان السمكه ما تتلسعش. فاهمين؟ واللي مش عايز ياكله اهو بياخد نكهه وخلاص. فاهمين؟ يعني انا قطعت بطاطس بس عادي لو عايزه تقطعي بصل طرنشات طماطم حطي اللي انت عايزاه تحت السمكه، وهيبقى واخد من نكهه الليمون والدقه، وهيبقى تحفه وطعمه جميل ولذيذ. انا دلوقتي بعصر ليمون، هنحط 5-6 ليمونات كده. بس عايزه اقول لكم على حاجه ولفتت نظري في الفيس وزعلت جدا واتأثرت جدا. يعني ايه اب مش عايز يستلم ابنه؟ يعني ايه؟ يعني ايه ولد كبير فاهم ان ابوه مش عايزه وامه مش عايزاه؟ طب هو يروح فين؟ يروح فين يا جماعه؟ يتربى في الشوارع؟ المنظر ده لو حد شافه على الفيس يقول لي ويقول رأيه في الكومنتات. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يخلف عيال ويرميها ومش عايز يستلمها. طب خلفته ليه من الاول؟ اتجوزت ليه من الاول؟ اختلفت انت وزوجتك؟ ذنب ايه طفل او طفله او اطفال يتشردوا في الشارع؟ ده طفل انفصلت امه عن ابوه وكان قاعد مع جدته جت اتوفت، فخاله اللي هو اخو امه جه يديه لباباه وقال له ان امه اتجوزت وجدته ماتت والولد انت خده بقى ربيه. فالاب رفض يستلمه وقفل في وش الولد الباب. ومراته الله يسامحها، عندك اولاد ولا لسه هتخلفي؟ هتدوقي الضنا يعني ايه؟ ولا انت ما عندكيش ولاد ولا ايه؟ ما اعرفش. فبتقول له لا امه اولى بيه وابوه لازمته ايه؟ طب امه اولى بيه وابوه وظيفته ايه في الحياه؟ فالاب والام الاتنين مسؤولين. انا مش برمي اللوم على الاب ولا على الام، بس الاب اكتر ان هو يقفل الباب في وش طفل ابنه ويقول انا مش عايزك. دي هتبقى في ذهن الطفل لغايه لما يكبر ويبقى كبير ويفهم، ولغايه لما يموت هتبقى في ذهنه ابويا رماني ومرضيش يستلمني. حتى لو بعد كده اخده، نفسيه الولد برضو اتدمرت. امه اتجوزت وسابته وابوه مش عايز ياخده، وخاله سابه قدام بيت والده وقال له اقعد هنا ما تجيش ورايا. يعني ايه؟ طب يروح فين؟ يعني انا مش فاهمه. انا نفسي اعرف الولد ده هيبقى مصيره ايه وهيحس بايه، ولو قدامي هطبطب عليه واخده في حضني. ومش عارفه، انا متاثره جدا. واختي والله العظيم من اللي قالت لي الاول على البوست على المنظر اللي شافته واتاثرت جدا. يعني احنا نفسيا اتاثرنا. يعني ازاي امه ما اتاثرتش؟ ازاي امه لو شافته كده على الفيس وهو ابوه بيقفل الباب في وشه ويقول له انا مش عايزك مثلا، وخاله بيقول له ما تجيش ورايا اقعد هنا، طب هيعمل ايه؟ ربنا يرحمنا برحمته. ومش عارفه قلوب الناس بقت عامله كده ليه. وربنا يتولاه الطفل ده، ربنا يتولاه. عارفه لو كبير شويه يقوم هيشتغل ويدور على حته يسكن فيها، انما ده طفل يا جماعه. ده طفل محتاج حنيه، محتاج اب يوعيه، محتاج امه تطبطب عليه وتحن عليه، محتاج ابوه يقول له ذاكر، روح مدرستك، يجيب له هدوم، يديله فلوس زي صحابه. يعني محتاج حاجات كتير قوي. ربنا يرحمنا برحمته. وحسبي الله ونعم الوكيل في المنظر اللي الناس شافته ده كله. طبعا هيقول كده. خلينا في موضوع السمك بقى عشان حرام طولت عليكم واتأثرتوا زيي طبعا. وانا زعلت جدا من المنظر، فحبيت اقول لكم ادعوا معايا للولد ده، ربنا يتولاه برحمته ويحنن قلب امه وابوه عليه. يعني مش عارفه، يعني في مثل كان بيقول
عندنا بالبلدي كده الدايه مش احن من الوالده. يعني ايه؟ يعني اللي ولدت مش احن من اللي ولدت، او اللي بره مش احن من امه وابوه. فمش عارفه دول قلبهم عامل ازاي. ولو انتوا بتكرهوا بعض، ذنب ايه الطفل ده؟ يلا خلينا في موضوعنا. عصرنا 5 6 ليمونات كده يا جماعه، زي ما انت عايزه. الليمون ده بحريتك، بس انا قعدت ازوق في السمكه بقى وجبت النتيجه الاخيره هي دي. جبت الليمون كده، قعدت لما وصلت للمنظر ده. فانتي زوقي اكلك وهندميه، واول ما تحطيه على سفرتك كده هيبقى شكله حلو، ويقولوا لك تسلم ايدك يا ماما. بصوا المنظر جميل. هنحطه بقى في الفرن ويستوي ويطلع ويتاكل بألف. انا غطيته طبعا بورقه زبده وورقه فويل، ودخلته الفرن وطلعته اهو. شفتوا شكله بيشهي، بسم الله ما شاء الله. بصراحه جميل جدا، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. واللي وصل لغايه هنا يدوس لايك يا جماعه، ويكتب لي كومنت حلو كده، ويقول لي ايه رايه في صينيه السمك الجميله دي. واعملوها وجربوها. ومش لازم تعملوها كده، اللي عايز يعملها سنجاري يعملها، اللي عايز يقطعها طرنشات سليمه كده بتبقى دواير، وبرده يعملها في صينيه. والف هنا وشفا على قلبكم يا رب. واشوفكم في فيديو جديد حبايبي، وادعوا لي استمر واعمل لكم فيديوهات حلوه كتير. واستنوا بقى الفيديو الجاي، هعمل لكم حاجات جميله. وايه رايكم؟ يلا قوموا اعملوا السمك ده وقولوا لي رايكم ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.